السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحه جيده يا رب العالمين. اليوم كما راكم تشوفوا راح نديروا لا مايونيز، طلبتها مني مشتركه بك باذن الرحمن راح نلبي لك طلبك. هنايا ما نطولش عليكم. واش عندي حبه تاع البيض اللي تكون بحراره المطبخ، ما تكونش بارده من الفريجيدار. وعندي ملعقه تاع لا موطارد، تقدري ديري خردل حبيبات. عندي سنه تاع الثوم، وعندي رشه تاع الملح ويقعد ديما على حساب الذوق تاعكم. هنايا عندي كاس تاع زيت. انا الطريقه اللي راح ندير لكم بها سهله جدا ومبسطه، اي وحده تقدر تنجح فيها. تبعوا برك الخطوات، ما فيهاش مقادير وتنجح من اول تجربه باذن الرحمن. نديروا حبه البيض تاعنا في الطاس تاع البغا تاعنا، نزيدو نضيفوا عليه رشه تاع الملح ويقعد على حساب الذوق تاعكم. نزيدو نضيفوا ملعقه تاع الخردل، كما قلت لكم تقدروا ديروه حبيبات، راه يتباع عند عفوا عند العقار عند العشاب. ونضيفوا سنه تاع الثوم، انا نحبها بذوق تاع الثوم، وانتم لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا لها حبه تاع الجبن. طريقه الزيت كيفاش، ما راحش نديروه بالتدريج كيما ما متعودين، راح نديروه دفعه واحده، راح نديروا لي زانغريديون كامل مع بعضهم هكذا. كاين بعض الاخوات كانوا يقولوا لي كي نديروا لا مايونيز يسبقنا الزيت، تخسرنا لا مايونيز. هكذا باذن الرحمن من اليوم مش راح تفسد معاك وتعطيك نتيجه ما شاء الله. هنا بعد ما ضفنا لي زانغريديون مع بعض، هنا طريقه تاع البغا، تحطيه في الاول، تحطيه توصليه حتى للقاع وتخليه يخلط، ما تبدي ما تحطيه، خليه لاصقه في القاع تاع الطاس. هي تبدا لا مايونيز تطلع كيما راكم تلاحظوا فيها، تبداي طلعي وتهبطي في البغا تاعك بهذه الطريقه. قلت لكم البغا تاعكم الخطوه الاولى غير تبداو تخلطوا في البيض تاعكم مع الزيت والمقادير، لازم يكون لاصق في القاع تاع الطاس. هي غير تشوفوا لا مايونيز بدات تطلع، نتوما بداو طلعوا هبطوا غير بالعقل حتى تتحصلوا على مايونيز اللي راكم تشوفوا فيها بأبسط المقادير، ونتيجة ما شاء الله ناجحة 100%. وبإذن الرحمن ما راح تزيد تفسد، ومش راح تزيدوا تشروها من اليوم، راح تتعودوا ديروها في الدار بمقادير متواجدة في كل بيت، وراح تعطيكم كمية ما شاء الله. هذا الأخت نتمنى راهي تشوف الفيديو وتتبعوا ودير الطريقة تاع لا مايونيز وتفرح بها إن شاء الله. مالغريتو اني مريضه وما حبيتش نرفض لها طلبها، قلت انسان قد ما يدير الخير في الدنيا هذه قليل، لا عسى وعلى نديروا الخير، بالك ربي شافيني وشافي امه محمد. شوفوا شحال جات ثقيله هنايا، جات شوفوا اني قلبت الطاس ما هبطت لا حتى حاجه، صدقوني النتيجه راهي قدام عينيكم. حاجه ما قطعتش الفيديو، راني خليته لكم يكمل باش تشوفوا النتيجه بعيونكم. هنايا جات قوامها ثقيل وما شاء الله. ديروه على ضمان ربي وضمانتي، وباذن الله ما راح تفسد معاكم. تبعوا برك الخطوات والمقادير ان شاء الله. من اليوم ما راحش تزيدوا تشروها. دوك انا نديرها في البلاره ونحطها شويه في الثلاجه ونشوفوها ان شاء الله في شكلها النهائي. هذه هي لا مايونيز اللي درناها مع بعض بمقادير بسيطه، ما كلفتنا ما تعبتنا يا ربي. 5 دقائق ما داتهاش منا، اخر دقيقه تحضريها في رمضان لا كنا منحيين. كما قلت لكم مده الصلاحيه تاعها من سمانه حتى لسمانتين. وهي في الحقيقه لا مايونيز تنتكل في البيت يحبوها العائلات بزاف. قلت لكم عقمت البلاره تاعي وخبيها حتى من سمانه لسمانتين، وتقدري تعاودي والذوق يقعد ليكم. تقدري تضحفي ديري الجبن، تقدري ديرين معدنوس فلفل اسود لك الاختيار. وما بقى لي في الاخر نقول لكم خياتي العزاز ما تنسونيش بالدعاء تاعكم وتهلاو في روحتكم. سلام.